راح نطلب منكم خوتي الجزائريين توافقوني بأن نكون كلنا كراغلة طيلة هذا الفيديو، فلنفترض أننا 45 مليون كرغولي. ودرك حنا كراغلة هيا نروحوا لمروك نشروا شوي كتب من المؤرخين تاعهم ونجو. أنا مثلا شريت كتاب المغرب عبر التاريخ وقلت نقرأ شوي حول تاريخ هذه الإمبراطورية العظيمة الخالية من الأتراك والكراغلة والعثمانيين ومن أي بصمة من بصماتهم. وأول ما طحت عيني لهذه الصفحة: انضم إلى عناصر الجيش السعدي منذ البداية عنصر الأتراك في عهد محمد المهدي الشيخ. عاود اغلقها، عاود اغلقها اخويا، ما تغامرش بينا. هسه نكملوا الصفحة ونغلقوها. لا عاود اغلقها. صح، نقرأ من جهة أخرى. اعترف الوطاسيون منذ البداية بالسلطة الرمزية للخليفة العثماني على بلاد المغرب، فنقشوا اسمه على السكة يعني النقود ودعوا له في خطبة الجمعة. منين جبتوا الكلام هذا؟ قال لك جبته من الترجمان المعرب للزياني. شاهد شاهدون من أهلها. ويكمل يقول: الظاهر أن اشتغال الأتراك في الجزائر بحرب الإسبان كان قد حال دون التفكير في تدخلهم المباشر بالمغرب، إلى أن أقنعهم أبو حسون الوطاسي ملك المروك بمساعدته على حرب السعديين، فوافق على ذلك القائد صالح رايس ولي الجزائر. وبمجرد أن انتهت مهمة الجيش العثماني الذي استاء أهل فاس من تصرفاته انسحب إلى الجزائر، وبقي منه أفراد قلائل. نظن واضحة هكذا، لأنه أبو القاسم الزياني من كبار مؤرخي المغرب إن لم يكن أكبرهم، واللي طبعوا له في المروك حتى طابع بريدي باسمه، وهو اللي قال هنا: اعترف الوطاسيون بسلطة الأتراك وطبعوا عملة باسمهم ودعوا لهم في الخطبة، وأنه الأتراك كانوا يعينوا ملوك المروك، وأنه بقي منهم البعض في المروك. طيب نزيد نقرأ. أما أحمد المنصور فقد استمد فكرة الديوان وحتى التسمية نفسها من تقاليد العثمانيين الذين كان لهم في كل من أفريقيا والمغرب الأوسط ديوان هو عبارة عن مجلس عسكري. يعني في المروك شافوا في تونس وفي الجزائر كاين ديوان وهم ما عندهمش ديوان، فأحمد المنصور ولا حتى هو دار ديوان بعد ما شاف البصمة العثمانية في صناعة الدواوين. شفتوا واش تعلمتوا من عند الكراغلة؟ شفتوا أثر الكراغلة في بناء دولتكم الحديثة؟ وهنا وديما في كتب التاريخ المغربية يقول: واقتبس السعديون عن الأتراك عادات وأنظمة جديدة فقلدوهم في الزي والاستقبالات والحفلات والتنظيم العسكري. هذا كتاب مروك يقول بأن الكراغلة هم اللي علموا ملوك فاس زي والاستقبالات والحفلات والتنظيم العسكري، وبشهادة مؤرخيه. وهنا يحكي على جيش أبو مروان، فيذكر أولا العناصر التي قدمت معه من الجزائر أو في طريقه إلى مراكش، وتتركب من علوج وصعاليك من الأتراك الذين تخلفوا عن الحملة التركية التي ساعدته على تبوء العرش مكان أخيه. يعني الكراغلة راهم ياسر في المروك، راني نشوف كل ملك أو سلطان يجيب منهم جيش. عندك وشو الكراغلة اللي في الجزائر من نسل الأبطال كما خير الدين بربروس، والمروك قال لك الملك تاعهم دا معاه غير صعاليك من الأتراك. نزيدوا ملك آخر جلب الأتراك معه للمروك، قال لك كان حرس المنصور يتكون من مجموعتين رئيسيتين، الترك من جهة والعلوج من جهة أخرى. وكما نشوفوا هنا 6 أقسام الجيش تاعو كيف تحمل المسميات التركية كما اللي كانت في الجزائر. وهذه الفقرة نفهم منها أنه الملك ما دارش ثقة في الشعب تاعو باه يختار منهم الحرس الملكي ولا لي غارد كور، بل جابهم أتراك وعلوج. إذن لحد الآن الأتراك في المروك راهم دايرين حالة، بل الصعاليك منهم بل راهم دايرين بالملك وفي جيش وحرسه الشخصي. ونزيد نقرأ هنا: واستعملت كل المصطلحات العسكرية التركية تقريبا، واللي منها كاهية اللي ما زالت عائلتهم لليوم في المروك تحمل اسم بالكاهية، وشاوش اللي ما زالت لليوم تقال في المروك. أما الشعب في العاصمة، ويقصد عاصمة المروك، فكان لا يرى إلا قصبة تموج بالحياة، واللي هي مواكب ضخمة من الأشراف بطنابيرها وراياتها وزيها التركي الرائع وحرسها من العلوج، وذلك في المناسبات الدينية، بينما كان هو نفسه يعني الشعب يعاني الكثير من الضنك. والشاهد في هذا الفقرة هو أن أشراف الدولة السعدية كانوا يتزينون بالزي التركي. واش أخويا ملاكم السابق كان معجب بالكراغلة وقيل ويقلد في لباسهم؟ شفتوا واش صدرت لكم الفترة العثمانية تاع الجزائر؟ نزيد: في عهد الوطاسيين انضمت إلى الأعراب عناصر جديدة كالأتراك، حتى يقول: والذين كونوا أسطولا قرصنيا وأقاموا جمهوريات حرة. سمى الأتراك في المروك بعد ما شفناهم جيوش وحرس ملكي، ودرك رانا نشوفوا أنهم كونوا أسطول وأقاموا جمهوريات في المروك. ونزيدوا نقتبسوا مما ذكرته قناة سما الجزائر في إحدى حلقاتها الرائعة: وحتى لعهد السعديين لم يكن المغاربة قد ساهموا في انبعاث الحضارة الإسلامية بالمغرب، لأن الفن المغربي خال من كل عنصر غض وتكتنفه رواسب الماضي، غير أن صلات عابرة وغير مباشرة بالفنون الإسلامية الشرقية تحققت من جديد بفضل ما كان للسعديين من علاقة بالأتراك.
ولعل بعض هذه الآثار تتجلى في الطرز والنسيج والتجليد والتذهيب، وكذلك في بعض أزياء الرجال لا سيما العسكرية. ثم يشهد مؤرخي المروك بأن بلادهم كانت في ركود خال من أي فن، حتى اختلط المغاربة بالأتراك فبعثت فيهم الحياة، وهذا هم أقروه في كتبهم. جد قلنا احنا كراغلة. نزيدوا، اقتبس السعديون من العثمانيين نظامهم العسكري وأزياءهم وكثيرا من مصطلحاتهم، وأسند المنصور إلى ضباط أتراك تدريب العلوج والأندلسيين العبيد الذين ضخم بهم جيشه، وأسندت قبائل الجيش إلى بشوات. وعلى ذكر المصطلحات، يكفي أن نثبت علو كعب الكراغلة عليهم من خلال لسانهم الحالي، لأنه من حق الجزائريين أن تكون في كلامهم كلمات تركية، لأنه عندنا تاريخ مع الدولة العثمانية وعندنا شريحة مجتمعية من أصل تركي ما ننكروهاش وفخورين بها وببصماتها عبر التاريخ، لكن مش من حق هذو اللي يقولوا علينا كراغلة أنهم يستعملوا ولا كلمة واحدة تركية، لأنه كنا نلقوكم تهدروا كلام الكراغلة ونقول لكم ألي هذا الحد كان جدودكم يقلدوا في الكراغلة ومتأثرين بهم. هذا بحث عنوان الكلمات التركية في العربية المروكية. الراجل من لا بزاف على درويش وقيل سمعتوا قال درويش، ودرويش هذه ما كانوش يقولوها في شمال افريقيا حتى جابها الكراغلة في القرن 16، والغريب انها اليوم تتقال في المروك اكثر من الجزائر. ونفس الشيء مع الدوزان والبقراج والكواغط والفلوكة والقهواجي والفوطة والطاوة والشاوش والصباط والتقشير والطربوش والزردة وبالاك والقطيفة والبلغة والبوهالي والدزدام. هذه كلها وغيرها من مئات الكلمات لتؤكد هذا المصادر والبحوث بأنه أصلهم تركي، دخلوهم الأتراك والكراغلة إلى الجزائر، ووجودهم اليوم في المروك إنما هو دليل ملموس على صحة ما قلناه من أول الحلقة، هو أن البصمة الكرغولية في صناعة الهوية المروكية لا ينكرها إلا جاهل. بل وهذه دراسة دارتها جامعة الحسن الثاني في المروك، كانت نتيجتها أنه أكبر المتابعين للثقافة التركية في الوقت الحالي من خلال المسلسل